عايزين بس ناخد بالنا من حاجتين مهمين قوي. اول حاجه فيهم هما ان صلاح سالم اتحط فيه رادار من قيمه اسبوعين كده، عند عمارات العبور يمين وشمال، فالاتجاه اللي انت رايح على العباسيه او الاتجاه اللي انت جاي من العباسيه او كوبري اكتوبر رايح على الشيراتون او المطار. الاتنين جداد، ممكن ما حدش ياخد باله منهم ويكون متعود زي كده ياخدها جري. لا، الرادار بقى 60 في الحته دي. لو انت متعود تجري اجري في صلاح سالم كله، بس تعالى عند الحته بتاعه عمارات العبور دي وخلي بالك ان هي فيها رادار. والاحسن ان انت يعني ما تجريش اصلا 60 حلوه قوي او 70 80 حلوه قوي. انت اكيد كنت بتجري 80 فيه، ما فرقتش 60 ايه من 80 عشان الرادارات ايه ما بترحمش حد. وطبعا احنا عارفين اللي هو الرادار التاني اللي بعديه اللي هو عند دار المركبات او جامع الرحمن الرحيم. الاثنين طبعا ده تحت الكوبري، ده قديم بقاله اكتر من سنه راكب، لكن بتاع عمارات العبور ده لسه راكب ما كملش اسبوعين او 3 اسابيع. الاتجاهين برضو على كوبري اكتوبر في رادار 60 برضو حزام وسرعه قبل نزله حدائق القبه والزيتون. بقاله برضو فتره، بس في ناس كتير ما تاخدش بالها منه. ساعات انا بكون ماشي على الكوبري وباجي عنده ابقى مهدي شويه لغايه ال 60، بلاقي ناس كتير بتعدي من جنبي بتجري، واكيد هي ما عندهاش خلفيه عنه ان هو راكب اتجاهه رايح وجاي. يعني هو بيصور الاتجاه اللي رايح وبيصور برضو الناحيه الثانيه. ما حدش يفتكر ان هو عشان محطوط في ناحيه واحده يبقى هو بيصور اللي رايح بس، لا، بيصور اللي رايح وبيصورك لو انت ماشي على الاتجاه الثاني رايح اتجاه شبرا او المهندسين من ظهر العربيه برضو. وبعد نزله صلاح سالم على كوبري اكتوبر برضو لو انت متجه لمدينه نصر او التجمع، برضو في واحد تاني رادار 60 على الاتجاهين. فيا ريت نخلي بالنا من الاثنين، وربنا يرحمنا من الرادارات والحزام والسرعه والفلوس المتلتله اللي بتدفع في المخالفات.